جرجيس اللي هو واحد من مقاتلي الروم اللي هو استدعى سيدنا خالد بن الوليد في اليرموك، قال له انا عايز اقابل سيدنا خالد. فينه؟ قال له انت النبي بتاعكم اداك سيف تحارب بيه ما تخسرش؟ فقال له لا. قال له امال ايه سيف الله المسلول دي؟ قال له لا انا سيف الله انا شخصيا. عشان كده بقولوا احنا هو خالد نفسه. فقال له لا انا سيف الله المسلول. فقال له طب وانت النبي بتاعكم كان عايز ايه؟ فقال له لا احنا كنا قوم، الحديث اللي هو كنا في جاهليه وشر وكذا وكذا وكذا، ثم امرنا بالتوحيد وكذا، شرح له الاسلام. فالراجل قال له طب بس خلاص كده انتوا خدتوا كله ايه؟ الله اكبر الله اكبر، خدتوا كل الفضل والسبق وكذا. قال له لا ده انتوا ممكن تبقوا احسن مننا. قال له ازاي؟ قال له احنا راينا ما على مثله امن الناس. يعني انت شفت النبي قدامك، شفت معجزات حسيه وشفت الوحي بيتنزل وكذا، اما انت ما شفتش حاجه خالص. فقال له يعني انا لو دخلت ممكن ابقى زيكم؟ قال له افضل. فانتقل في صف خالد بن الوليد فحارب في اليرموك ضد الروم وقاتل وقتل ولم يسجد لله سجده واحده، اللي هو ايه؟ سيدنا جرجيس ده. خلاص واسلم وحسن اسلامه. اللي هو نفس الوصف بس النبي بيعممه عشان يريح الايه؟ الاجيال القادمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في محضر الصحابه يقول من اعجب الناس ايمانا؟ مين احسن الاكثر ناس ايمانهم غريب؟ فيقولون الملائكه. هو الوصف كان جاء عامم ان الناس والمخلوقات غير بني ادم يعني. فقالوا الملائكه الصحابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ الملك ده اصلا مش خارجي. فقالوا له اذا نحن او لا؟ قالوا له اذا الانبياء الاول. فقال كيف لا يؤمنون وهم يوحى اليهم؟ قالوا له اذا نحن. فقال كيف لا تؤمنون وانا بين ظهرانيكم؟ يعني هو شايف النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فمن يا رسول الله؟ يعني هو لا ما فيش لا ملائكه ولا انبياء ولا قال قوم ياتون من بعد يجدون ايمانا مكتوبا في الكتب فيقرؤونه فيؤمنون به. ده صعب قوي. ليه صعب قوي؟ لان انا احدثك عن شيء انت لم تراه ولم ترى احد يتمثله ولا يفعله، فدي القراءه الوحيده المفيده. يجدون ايمانا مكتوبا في الكتب فيقرؤونه فيعملون به. فايه هو ده بس. فانت المفروض تبقى الدايره بتاعه القراءه مطلق القراءه ومطلق العلم. النبي صلى الله عليه وسلم عمل لك ايه؟ عمل لك دايرتين كده، قال لك لو اشتغلت بده واشتغلت بده كده انت ايه؟